ورايحين نبداو بالوصفات تاعنا اللي كانت من طلباتكم. كنت وعدتكم بما انه راه الموسم تاع الزيتون رايحين نشوفوا تصبير ولا حتى تخليل الزيتون. إذا كما تعرفوا الزيتون شجرة مباركة مذكورة في القرآن، إلا عندها فوائد كثيرة. اليوم رايحين نشوفوها كيف نحافظوا عليها، كيف نديروها مشرمل، كيف نديروا زيتون الكحل، كيف نديروا زيتون الأخضر ونخبيوه طيلة العام. بعدها نشوف طلبين كانت الأخت طلبت منا على حسب ما أظن، يعني كان في الخط الداخلي الأسبوع اللي جاز، وصفة الياغورت نعاودها لها بسرعة. بعدها نشوفوا لبقى معنا وقت تحلية من التحليات السريعة تاع قهوة الصباح ولا قهوة العشية. اذا رايحين نبداو بالزيتون. الزيتون نتاعنا راه الموسم نتاعو، كاين زيتون نقير، كاين زيتون خشين، كاين زيتون كبير، كاين صغير، كاين الكحل، كاين الاخضر، كاين الموف، يعني راكم تعرفوا الشيء هذا زيتون. ولكن تصبير ولا تخليل الزيتون الاخضر ماشي كما الكحل وحده. هنا رايحين نسبقوا في الوصفه تاع الزيتون الاخضر، بعدها نشوفوا الكحل. بالنسبه للزيتون هنا كاين اللي تشرط يعني الزيتون تاعها بالموس، كاين يعني الدقو، يعني كل وحده وطريقتها. دوك حنا المهم ماذا بينا باه نحافظ على الوصفه تاعي طيله العام لازم تكون عندي اللي نشقوه يعني فقط بالموس، طريقه تاع زمان العاديه. وما يخفاش عليكم باللي الزيتون الا حبيتي ديريه يعني في ظرف قصير لازم له مواد يعني كيماويه، وراكم تعرفوا الشيء هذا. ما كاش احسن من تصبير الزيتون بالملح العادي. ما نديرش الزيتون يعني ندير له الدواء ومن بعد نخدمه وناكله في ظرف قصير. تقول لك انا نديرو دوك الواحد يعني المفاهيم تغيرت، واحد ولا يخاف على صحته، ولينا نعرفوا الاضرار تاع الحوايج هذه يعني المواد الكيماويه ولا الاشياء الناجمه عنها. دوك ماذا بينا نديرو حاجات طول، واش شغل المليح دائما يطول، مشهر للهيه وناكل الزيتون نتاعي طيله العام. وما نديرش يعني في ظرف قصير من بعدها حوايج واحده اخرى ممكن تعرفوها. فقط حبيت ننبه لهذا النقطة لأنه زمان كانوا يديروا بزاف هذا الدواء للزيتون في أسبوع يعني يكون واجد، خاصة خطرات يكون حتى ل5 أيام. أنا الشيء هذا ما نحبوش، ماذا بينا نديروا حاجات طبيعية. بالنسبة للزيتون هنا كل عام نهضروا عليه، كل عام نديروه، ولكن معليش دائما عندنا مستمعات جدد. الزيتون عمره لا يتصبر ولا يترقد في الماء وحده، دائما في الماء والملح. كي ديريه في الماء وحده رايح ما يشدلكش مده طويله، هذه نقطه. ما يجيش بنين وما يحافظش على اللون والشكل نتاعو، هذه حاجه ثانيه. لازم لي الملح من النهار الاول ندير الملح. اي زيتون كان نحطه في شلاحه تخبوا فيه بيدون ولا واش عندك في الدار، تحطيه من النهار الاول في الماء والملح بكميه لاباس بها تاع الملح، تغمريه بالملح والماء. انا ماشي قلت نديرو شكاره، ولكن دوك على حسب الكميات تاع الزيتون اللي عندك. نحط الملح كاين بزاف تقول لك كيف نحط الملح النهار الاول، الملح حتى كي يطيب الزيتون باه نملحو. هنا خطا كبير، الملح يخرج المروره ويدخل البنه. هذه هي نحطو في الماء والملح وما ندير والو. قادر هذاك الماء والملح ما نبدلوش، مثلا نروح 5 أيام 6 أيام ما نخافش، لانه لو كان ندير الماء وحده رايح كيما حنا نقولوا يرطب بالخف، يروح للشكل تاعو تعبز عليه يروح. ولكن بالملح يشد الملح ماده حافظه. زمان كل شيء يديروه بالملح. ندير له الماء والملح 5 أيام 6 أيام، معليش 6 أيام حتى السمانه ونبدلوا الماء والملح. نعاود ندير له ماء واحد اخر وندير له الملح واحد اخر حتى تفوت مده تشوفيه طاب. دوكا ما نقدرش نقول لك شهر، ما نقدرش نقول لك 20 يوم، وانت كل سمانه تبدلي الماء والملح، كل سمانه الماء والملح، لانه حتى ذاك الماء الاول تاع الزيتون ماده حافظه، يعني حافظ لي على الزيتون نتاعي. برك نخرجوا المروره. الاسبوع الاول نعاود الاسبوع الثاني والثالث. دوك الا زيتون صغير راح يطيب بالخف، الا الزيتون راه كيما حنا نقولوا معبزات له بالمهراز ولا دقاتو راح يطيب بالخف. ولكن الا مشرط بالموس راح يطول الا كان كبير. دوك تعرفوا يبدا اللون تاعو يتبدل، يدخلوا طياب، ذوقي وتشوفي. كل ما تبدلي الماء والملح ذوقي وتشوفي. كي تصيبيه طاب ارمي ذاك الماء، ديري ماء واحد اخر نقي. الملح ما ديريش حتى تذوقي با تعرفي شحال تزيدي، ماء واحد اخر. ودوك نبدا نخلل في الزيتون نتاعي. دوك خلاص راهو طايب، دوك نعطيلو البنه، ما نديروش كيما راه. البنه هذه واش ندير فيه؟ ندير ماء واحد اخر نقي وندير الملح ونذوق الحبه تاع الزيتون باه ما يجينيش مالح بزاف. من بعد نحط
واش نحطو توابل تاع حب، نحطو فلفل حب، كمون حب، قزبر حب، هذو كمال التوابل تاع الحب. نحطو ايضا 4 ورقات 5 تاع الرند، تشليه تنشفيه وتحطيه. سنينات تاع الثوم، ماذا بكم راس تاع ثوم، 2 ريسان تاع ثوم. دوك انتي واش عندك زيتون. الثوم ما تقشريها ما والو، كيما راهي حطي فيها بالكيردون ولا يعني برانقيه ثقبات تخرجي لها العصاره ولا البنه تاع الثوم برك، ورميها لداخل، شليها برك وحطيها لداخل. نحطو ايضا الثوم، حطينا الرند، نحطو الحار كيما راه، حبات تاع فلفل حار كيما راهم، سواء كان الحار اليابس ولا الحار خضر تولي ليكم، ولا تحطيهم في زوج. ما نحطوش القزبر والمعدنوس، دوك تفهموا علاه. القزبر والمعدنوس يتعفنوا بالخف لداخل، ها علاه ما نحطوش قزبر والمعدنوس. حطيت المعدنوس القزبر حب. نحطو ايضا زروديه، الحبه تقسميها على 3. شوفلور الا كان عندك ثاني تحطي زهرات تاع الشوفلور، حتى هما رايحين يتخللوا لداخل. حطينا الحار، حطينا الثوم، حطينا الرند، حطينا التوابل. نحطو الزعتر ماذا بك تحطي كونتيتي لاباس بها تاع الزعتر، حتى الزعتر راهو ماده حافظه ويعطي لك بنه. نحطو الزعتر ولا الزعتره دوك اللي وجدت معاكم، تشليه تنشفيه وتحطيه لداخل. درك هنا حطينا كلش، واش يبقى لنا زيت الزيتون والخل. دوك الخل ماذا بكم الخل الابيض، حطيت كميه تاع الماء وما غطيتش الزيتون تاعي كامل، واش بقالي الثلث نغطيه بالخل. غطيت بالخل وما نحركش بيدي، نحرك بمغرفه تاع الحطب كامل من الفوق للتحت. كملت كامل، نختمها بزيت الزيتون، الوجه التالي زيت الزيتون. وكي نحط زيت الزيتون ما نخلطش، خلطت في الاول بالمغرفه تاع الحطب، درك نحط زيت الزيتون. خلاص راهو طايب، درت له زيت الزيتون باه ما ديرليش ديك لاكوش تاع الميديتي من الفوق تاع الرطوبه. ونغلق، واش عندي جيريكا تاعي ولا البيدون ولا واش درت، ونغلق ونخليه دوك نعطيلو برك البنه. غد من ذاك نبدا ناكل فيه، نقدر يعني من غد من ذاك نبقى نستعملو في سلطه ولا الشيء اللي عندي، لانه البنه كل ما قعدت فيه كل ما زادت. ولكن باه تحافظي عليه مده طويله، هنا واش لازم لك كي تجبدي ما ديريش مغرفه لداخل تكون منديه ولا فيها ماكله، ولا ارفدي بالمغرفه تاع الحطب واش تسحقي، والاخر تغلقي عليه وتخليه. الا فتحتي البلاره تاعك وكانت صغيره، علاه كي نجي نخبي اللي يقعد مده طويله ما نمسوش، واللي طايب نروح نصبرو ونديرو في علب صغار نحطوه في الفريجيدار ولا في المطبخ. بهكذا نضمن راني نتناول في هذيك تاع اسبوع. اللي نخبيه مده طويله ما نفتحوش، نخليه كيما راه ما نتوشيش حتى الوقت الحاجه. درك هنا يقعد لكم حتى العام. درك هنا خلاص درتيه متبل معطر، فيه الحشاوش، فيه كل شيء لداخل. ختمتيها بزيت الزيتون. كاين واحد المعلومه واحده اخرى، الورق تاع الداليه، يعني الورق تاع العنب تاع الداليه، الا كانوا معاكم احسن واحسن. معلومه هذه تحصلت عليها العام اللي جاز. الفلسطينيين يعني يديروا الورق تاع العنب كي نختمو كامل، نغطو بالورق تاع العنب، يعني نديرو كوش الفوقانيه ورق عنب ونغلقوا البطاطا تاعنا وندسوها. تحافظ عليه مده عام، ما يخليش الرطوبه تدخل كامل في الزيتون، باه تحافظي عليه عام. هذه مجربه. وكل ما عندكش دوكا ورق تاع الداليه دوك طاحوا مع الخريف، معليش نديرو زيت الزيتون والبقيه يعني نخبيوها كما قلت لكم مده تاع. دوك هذه تخليل وتصبير الزيتون. دوك نشوفوا كيفاه نشرملوا الزيتون نتاعنا في علبه محكمه الغلق كشغل سلطه، كيما يعني تروحي تلقايها في لي ريستورون ولا ليك لدارك يعني كمقبله. نديرو زيتون مشرمل تاع اسبوع. اذا نبقاو معنا. اذا هنا كيفاه نديرو الزيتون تاعنا مشرمل يعني شرموله. دوك كي يطيب الزيتون تاعي خلاص راهو طايب سوا الكحل ولا الاخضر، كيف الكحل دوك نعطيكم الوصفه. هنا راهو طايب فيه البنه وكلشي. دوك نوجدو تاع اسبوع في الفريجيدار، كل ما نسحق نجبد زيتون مشرمل في علبه محكمه الغلق. عندي كميه تاع الزيتون نحطها في بول. واش نسحق الزيتون وحده برك طايب وفيه الملح وفيه التوابل وكلش، نهز غير الزيتون تاعي وحده
نحطه في بول، نحط عليه معدنوس يكون مقطع صغير صغير صغير، كمشة تاع المعدنوس، كمشة تاع القزبر مقطع صغير صغير صغير، كمشة تاع الزعترة تحكيها على الوجه نتاعو. عندي شوية تاع الملح، عندي شوية تاع الهريسة إلا حبيتو، ولا تحطي حار مرقد، الحار يكون مرقد مخلل، تحطي هذاك الحار تقطعيه وتحطيه لداخل، شوية تاع الملح وشوية تاع الفلفل، وتحطي زيت الزيتون. زيت الزيتون نحطه قبل الزيت، نحطو الخل، كمية تاع خل ابيض، نخلط من الفوق للتحت هذه التوابل. زيدي شوية ملح، شوية فلفل كحل، قزبر مقطع، معدنوس، سنينة تاع الثوم تكوني قطعتيه ماشي سكرفشتيه، يكون مقطع، القزبر مقطع، المعدنوس مقطع، الثوم مقطع، الزعتر تكوني حكيتيه ولا زعترة، تحطي شوية تاع الملح، شوية تاع الفلفل كحل، الحار مرقد يكون مقطع، ونحطو شوية تاع الخل، نخلط من الفوق للتحت. تبقى لي زيت الزيتون، نختمها بزيت الزيتون في علبة محكمة الغلق. زيت الزيتون تغمريه بزيت الزيتون وترفدي كامل واش عندك في علبة، ما تاكليش حتى الغد من ذاك. هذا ليلة كاملة في الثلاجة، يقعد لك حتى الأسبوع انت تجبدي منه. بنة خيالية وحده كيما راه مقبلة وحده. مثلا عندك غير سلطة تاع بطاطا تكوني غليتيها ودرتيها سلطة، ولا واش عندك حاجة خفيفة في الدار، رفقيها بطبيسي صغيور في الطابلة تاع زيتون مشرمل، سواء قلنا كحل ولا خضر، يكون مشرمل فيه البنة ما نحكي لكمش عليها. خي من نروحوا اني نشوف بلي اسواق مليئه جدا، يعني بزاف كاين الزيتون مخلل مرقد مشرمل، فيه الحار، فيه الخضره، انواع واشكال. شفت السيدات بزاف يقتنيو، تدي من هذا ومن هذا ومن هذا. راه وقت الزيتون ديري التخليل، ديري شرموله، ديري رقدي، ديري واش حبيتي بالزيتون نتاعك كي يطيب، ديريه مشرمل وخليه في علبه، وقت الحاجه تجبديه. كل ما قعدت في هذاك المعدنوس والقزبر والثوم يعطي لك بنه، ما تخافيش عليه، راهو فيه البريق تاع زيت الزيتون يحافظ عليه. وتجبديه مع سلطه للزوج ولا افراد العائله، خاصه يكون حار وبنين، سورتو كي يكون كحل تجي فيه واحد اللمعه ما نحكي لكمش عليها. اذا نجربوا زيتون مشرمل، ديروا تخليل ولا تصبير تاع الزيتون. ونمشيو الان زيتون كحل، نمشيو الان للزيتون الكحل، نفس الطريقه تاع زيتون الكحل. يعني كاين فيها الكحل، كاين الموف، كاين الكحل حتى هو فيه انواع، ولكن كحل كيما تشريوه من برا. هنا كيف يتوجد زيتون الكحل؟ كل كيلو تاع زيتون 2 مغارف ملح، كل كيلو زيتون كحل 2 مغارف ملح. تغسلي مليح الزيتون وتنشفيه مليح حذري يتنشف، ما تقعدش فيه قطره الماء. ندلو 2 مغارف ملح كبار. هنا عندك العلبه تاع البلاستيك، نهضروا على البلاستيك، حاجه تاع البلاستيك ولا النيلون كي تروحوا تشرو لي بورتمونجي، راهي كاينه نوعيه مليحه جوده عاليه، ما نروحش نشري ديك الجوده النوعيه اللي معاوده. حتى البلاستيك راه فيه انواع، خاصه كي ديري فيه حوايج اللي تكون مثلا سخونه ولا، ماذا بكم اختاروا ماشي نقتنيو برك العلب تاع البلاستيك. بلاستيك فيه جوده عاليه، نختار الحاجه المليحه لصحتي وصحه عائلتي. هنا تشد واحد جيريكات، يكونوا يعني جيريكا تاعك تاع الدار ولا قلعه ولا واش عندك، تحطي لك الزيتون لداخل، تحطي عليه ذاك الملح وترجي مليح كيما حنا نقولوا تمخضيها مليح ديك القرعه اللي فيها الزيتون وحده مع الملح، ما كاش الماء. تشديها تحسبي لها مثلا نقولوا اسبوع الاول فيها الملح وحده، تحطيها وتمخضيها مليح مع الملح. غدوه من ذاك كي درتي الملح اليوم، ما نهضرش على الاسبوع، درتي الملح اليوم، غدوه من ذاك كل نهار واش لقيت قطره ماء نحاول كيف نخرجها من ديك القرعه ونخلي الزيتون. كل نهار نخرج الماء لا بغا 2 قطرات، ديك المره نعصرها مليح، غير بلا نهز برك نقلب القرعه تاعي ولا جيريكا يخرج هذاك الماء اللي خرج العصاره تاع الزيتون بالملح. كل ما نتفكر نرجع هذيك القرعه، نحسب قادر 20 يوم قادر شهر، وانا نحي في الماء قطره 2 نحيها، ما نقولش ما نطمليش، قطره 2 لازم نحيها حتى تفوت مده تاع الشهر، يفوت على الزيتون تاعي لك حل الشهر. وانا في كل مره الملح درت غير النهار الاول 2 مغارف بومبي ملح، كيلو زيتون. كل ما كانت الكميه عاليه زيدي ضعفي الملح.
حتى نشوف باللي الزيتون تاعي فات عليه شهر وما كاش الماء، خلاص نحي من هذيك القرعه، نستفو في سنيوه ونديرو في شميسه برا، نحسب له 4 سوايع 5 برا، يعني في ظليله ولا ماشي شميسه قطعه ينشف، لانه في الاول تلقايها من الدي كي تشوفيه قادر يديلك يوم كامل هو ينشف، يعني شميسه ماشي قطعه تسته في سنيوه وتخليه ينشف، تعرضيه للهواء، هذه بعد شهر تعرضيه للهواء حتى تشوفيه بدا يتكمش، نهار واحد يكفيك ولا قادره نص نهار تشوفيه ناشف كي ترفدي الحبه ناشفه. هنا واش ديري له؟ تحطيه في علبه وتحطي عليه زيت زيتون وتخبيه، راهو مالح فيه كل شيء، تحطي عليه برك زيت الزيتون تولي عنده واحد اللمعه، وزيت الزيتون تحافظ لك عليه مده اكثر، يولي كيما الزيتون اللي تشريه من برا تاع السلطه، زيتون كحل. تبعتوني مليح في الخطوه، قلت شهر وانا نعصر له نقطر في هذاك الماء اللي فيه كيلو زيتون 2 مغارف ملح، من بعد فات شهر كل يوم نعصر هذاك ماشي نعصر، نقطر هذوك القطرات تاع الماء المر، تفوت شهر راهو طاب خلاص، نستفو في سنيوه ونخليه معرض للهواء حتى ينشف، كي ينشف خلاص نديرو في علبه ونديرو زيت الزيتون ونخبيه طيله العام في الفريجيدار. حبيت نديرو شرموله مشرمل، تبعوا الخطوه الاولى درتها مشرمله بالقزبر والمعدنوس، ولا التوابل ذكرتها في المقادير يعني تاع الوصفه الاولى. يبدا عندك الزيتون كيما تاع برا محافظه بزيتون مشرمل، بعض المرات نشوف هذاك الزيتون الكحل نلقاو فيه مروره، نلقاو فيه ماشي بنين، يعني فيه واحد الريحه بدون مواد حافظه. راهي عندك الوصفه بالملح فقط، تخدنيها بزيت الزيتون. هذه كانت وصفاتي لكم تاع الزيتون اللي طلبتوها بكثره، وان شاء الله تجربوها، ما تنسوش الملح في اول مره. ان شاء الله بالتوفيق لكل اخوات.